عمرك حسيتي إن اليوم بقى يستخبى؟ إنك تكوني لسه صاحية وفجأة الليل يدخل عليكي، وإن الأسبوع بيعدي عليكي كأن حد سحبه من عمرك بسرعة جدا؟ إحنا زمان كان في وقت، كان في قعدة حلوة، كان في راحة، حتى لو الحياة كانت بسيطة. أهلا بيكم في قناتي هنحكي مع روح. دلوقتي بقى البيت ساكت، وكل واحد فينا عايش جوه شاشة. بقينا نصحى نمسك التليفونات وننام وإحنا ماسكينها، واليوم بقى بيضيع من غير ما نحس. ساعات بنفضل طول اليوم مشغولين، لكن لو حد جه سألنا عملتوا ايه، احنا مبنعرفش نجاوب. بقينا نجري من غير ما نوصل، حتى الكلام بينا قل، والقعدة الحلوة بقت نادرة، والواحد بقى حاسس انه مرهق طول الوقت حتى وهو قاعد. مش يمكن المشكلة مش في الوقت؟ مش يمكن المشكلة إن روحنا نفسها بقت مرهقة؟ حبيبة قلبي، لو حسيتي إن كلامي لمس قلبك اضغطي لايك عشان يوصل لغيرك. لو ما اشتركتيش اضغطي اشتراك عشان تكوني جزء من عيلة روح. يمكن عشان كده بقينا نحس إن الأيام بتطير، لأننا بقينا نعيش بعقولنا المرهقة مش بقلوبنا. يمكن احنا محتاجين نهدى شوية قبل ما العمر يعدي واحنا لسه بنقول كان عندنا وقت. عارفين يا حبايب قلبي اكتر حاجة مخيفة ايه؟ ان الواحد احيانا بيبقى طول اليوم وسط الناس لكنه حاسس بالوحدة الغريبة. البيت موجود، الاكل موجود، والنت شغال، لكن الراحة نفسها ما بقتش موجودة. بقينا نفتح التليفون من غير سبب ونقفل التطبيق ونرجع نفتحه تاني، وكأننا بندور على حاجة ضايعة واحنا مش عارفين هي ايه. حتى الضحكة بقت سريعة، المشاعر بقت مستهلكة، وكل حاجة بقت تمشي بسرعة، كأن الحياة بتجري من ايدينا. عارفين يا حبايبي، زمان كان في بركة في الوقت، لأن القلب كان أهدى، كان الناس تقعد مع بعض فعلا، تسمع لبعض، تحس ببعض، مش كل واحد موجود بجسمه بس. احنا مش محتاجين وقت أكتر، احنا محتاجين روح أهدى، محتاجين نبطل نجري شوية ونرجع نحس بالحياة وهي بتمشي، بدل ما نفوق كل يوم على سؤال: هو اليوم خلص امتى؟ السؤال ده مرعب قوي. يمكن الحياة لسه فيها خير، بس احنا محتاجين نبطأ قلوبنا شوية عشان نعرف نشوفها. حبايب قلبي اللي وصلوا معايا لحد هنا، ما تنسوش اللايك عشان الفيديو يوصل لأكتر حد، والاشتراك في القناة عشان يوصل لكم كل جديد. سلام عليكم.